رد قوي من الخطيب بعد العرض الخيالي ب 400 مليون جنيه للتعاقد مع إمام عاشور. اتقال إن نادي نيوم السعودي بيستعد لتقديم عرض رسمي وتاريخي للنادي الأهلي يصل قيمته نحو 8 مليون دولار، أي ما يوازي 400 مليون جنيه، وده للتعاقد مع إمام عاشور. وكمان هيدي النادي الأهلي 85% من قيمة الصفقة كاش، وال 15% الفاضلين هيكونوا بنظام التقسيط. وكمان هيحاولوا يغروا إمام عاشور بمبلغ مالي كبير كمرتب سنوي، وده لأن إمام عاشور حاليا مع الأهلي بيتقاضى 15 مليون جنيه في الموسم. وكان رد فعل إدارة الأهلي برئاسة الخطيب إن هم حاليا بيتحركوا سريعا لاحتواء الموقف، بحيث قررت إدارة الكرة بالأهلي تعديل عقد إمام عاشور ورفعه إلى الفئة الأولى المتميزة، وده لضمان بقائه وقطع الطريق على أي محاولات خارجية للتعاقد معاه، بحيث إن النادي الأهلي رفض مناقشة أي عروض اتقدمت لإمام عاشور، مشددا على تمسك الأهلي التام بخدمات اللاعب باعتباره من الركائز الأساسية في مشروع الفريق خلال الفترة اللي جاية. ففي وجهة نظرك يا معلم، هل أنت مع بيع إمام عاشور بالمبلغ الكبير ده ولا لأ؟ انا عن نفسي ضد بيعه تماما، لان كلنا عارفين ان ملوش بديل، ولكن مش مهم رايي انا، مهم رايك انت. سيبهولي في التعليقات.